وقبلتيه استحمل ظروفه، بالعكس اقفي جنبه لغايه ما يعدي ويشوف دنيته. ما تخسروش ولاده، ما تخسروش مستقبل. هو وحش، هو كان ايه؟ انت قبلتيه وجايه تهدديه يعني في ست بتهدد جوزها، انت غيران انه عايش مع مراته وانت عايزه تبقي في الاضواء زيها وتتعرفي والكلام ده كله. طب ما انت قبلتي في الاول. الحاجات دي كلها الناس ما اتفرجتش عليها، الحاجات دي كلها الناس ما شافتهاش. لا شافتها. اللي بيجامل والله يساعدها ومش هو حر، لكن انا عن نفسي عن وجهة نظري لا، غلطانة، وغلطها هي اكتر من المستشار. وهو غلطان جدا ان هو ما سابهاش، وهو غلطان جدا ان هو ما سابهاش. مش هقول حب، لا ما كانش بينهم حب. اللي حصل بينهم هما الاتنين ده، الصراع اللي كان شغال بينهم هما الاتنين ما كانش حب، لا، ده كان في حاجة بينهم هما الاتنين، دي عايزة تنتقم منه وهو عايز يكسرها او يذلها بمعنى اصح. بس معنى اصح انا ما شفتش ان هو عايز يذلها او يكسرها، بالعكس، بالعكس انا كنت شايفاه بيحايل فيها على قد ما يقدر. بيتوسل ان هي تستحمل ظروفه لمدة معينة، لكن هي اللي كانت متسرعة. ده يدل على ان هي عندها مشكلة في نفسيتها، في مشكلة، في مشكلة عندها من الاساس. هي عايزة محدش يلجمها على فكرة. عايزة هي تكون كلمتها اللي ماشية. ردود فعلها كانت سريعة، وردود فعلها دي هي اللي عجلت بنهايتها. كان ممكن أعيش معاه في هدوء وسلام، في هدوء وسلام. الراجل اتجوزك و... وكان مبسوط بيكي، كان ممكن انت بتصرفاتك تكسبيه اكتر من كده واحسن من كده. هو لما حس انك انت هتفضحيه او هتشهر بيه. انا يعني انا طبعا ضد ان هو موتها اساسا، مش انه هو يمثل بيها ويخنقها ويعذبها كده، لا انا ضد ان هو يموتها اساسا. يا سيدي كنت احبسها لغايه ما تشوف الظروف ايه، وراضيها وهحيلها وعلمها لكن ما تموتهاش. ما حصلش اتفاق، سيبها.